ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بعلب الحليب دي كانت علب قديمه جدا عندي، وقررت اعمل بيها فيديو، فقلت اشارك معاكم الفكره. اول حاجه هشيل البلاستيك اللي مغطي الازايز دي بالشكل ده، وبعد كده هقص بعد الجزء اللي هو فوق ده، يعني هاخد الجزء اللي فوق من الازازه بس، ومش هحتاج الجزء اللي تحت ده، بس طبعا مش هرميه لان انا كده كده اكيد هعمل بيه فكره تانية معاكم برضو. وهاخد ازازة تانية وهاخد منها نفس الجزء اللي انا خدته من الازازة الاولانية بالشكل ده. وبعد كده اي اجزاء مش متساوية هبدأ اسويها بالمقص، وطبعا اللي عملته في الازازة دي هعمله في الازازة التانية. لو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي فكرة جديدة انا بعملها. وبعد كده هبدأ اشيل الجزء اللي فوق ده عشان انا هحتاج بعد كده اثبتهم في بعض، والجزء ده هيسهل كتير جدا تثبيتهم. هثبتهم في بعض بالشكل ده، طبعا ممكن بالغيرة عادي جدا او بالامير. انا بستسهل مسدس الشمع لانه بينجز معايا في الوقت الصراحة، وبينشف بمنتهى السهولة والسرعة بالشكل ده. هبدأ لو لسه ما تثبتش هبدأ احط شوية شمع بس فيه من جوه كده، بحيث ان انا ااكد عليه بس ان هو كده ايه تمام. بعد كده الجزء اللي انا شيلته ده، وانا كان عندي كذا غطاء ازازة بنفس الطريقة، هبدأ بكوية اللحام اخرمهم، ولو مش متوفر كوية اللحام ممكن اسخن مسمار، وطبعا امسكه بحاجة عشان ما تلسعش منه. هبدأ اخرم كده غطيان الازايز، وكمان الازازتين اللي انا ثبتهم في بعض، من فوق خرمين ومن تحت كده خرمين. بعد كده بخيط الخيش هبدأ اثبت الغطيان دي في الازازة. طبعا ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وعايزة بقى لايك وشير كده علشان اصحابكم برضو يشوفوا الافكار بتاعتي. كده تمام. هبدأ اقص 4 خيوط من خيط الخيش بنفس المقاس، وهبدأ اربطها من جوه في الازازة، وبنفس الطريقة هربط برضو الغطا. كده تمام. وزي ما عملت دي هبدأ اعمل ال4 الباقيين. لو الخرم جه كبير شوية، طبعا لو صغير نقدر نوسعه تاني مفيش مشكلة. لو جه كبير ممكن بعد ما نربط الخيط نثبت بقى بالشمع لو هيفلت مننا. كده تمام. الاتنين اللي تحت بنفس الطريقة، ودي هتبقى الرجول بتاعت الشكل بتاعي. كده تمام. وهثبت برضو من جوه بالشكل ده. واخر واحدة دي هعملها بنفس الطريقة، هثبت من الناحية دي وهثبت من الناحية اللي فيها الغطا. كده تمام. هبدأ اربطها وخلاص كده تعتبر الفكرة عندي وضحت يعني. هبدأ بعد كده، دي هتكون على شكل فازة، وهرسم عليها الوش كده كأنها عروسة عندي. الحواجب رسمتها والعيون، وهبدأ ارسم شكل الوش الجميل ده. والخدود كده تمام. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو عجبتكم الفكرة ياريت تبدأوا تعملوها، وتقولوا لي رأيكم لما عملتوها كانت فعلا مفيدة ولا لأ. ده شكلها في النهاية. ايه رأيكم؟ انا استخدمتها كفازة،
وحطيت فيها زرع صناعي كده بالشكل ده. ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات، ويا ريت لو مش مشتركين في القناة نشترك ونفعل زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة انا بعملها. واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة، وباي باي.